كان وحيد زايد في فرنسا وكابر في فرنسا وما ما عنده لا علاقه لا بالعربيه لا بالاسلام لا بوالو. المهم عشت معاه. بلاتي عافاك ام اشرف، وحده كتبات لي خالته واش ما كتشديش كساله، وراه هي كساله مسكينه في الحمام الله يسهل عليها. انايا ايوا ايوا قالت لي حكيت لك في الحمام، قالت لي واش ما كتشديش الكساله كيصحابها غا حزرتك وقلت لك حكي لي ظهرك. لا حبيبه، لا حنا جوج وجدنا لها الدخله ديالها تبارك الله والصلاة عمبي. فرحنا داك النهار اللي شفنا. انايا راني كبيره وكنقول لك خالته الدرسيه احتراما، انا راني تبارك الله راني غادي درت 60 عام بصح. ما شاء الله الحمد لله باقا نخدم. عقلت عليك عليا عاد كنتو تضحكوا كنتي تقولي 60 عام كاع ما نعطيوها لكش. عقلتوا عليا كنضحك بزاف. الحمد لله. مهم قلت لك انا في 2000 عشت مع الراجل ديالي الله يرحمه ويوسع عليه من 2014 حتى 2025. هزيتو فيه واحد المرض مسكين لاصم سيفير. عشت معاه تبارك الله وصل عمبي ربا ولدي بغاه ما كانش يولد من قلبه. 2025 بدلنا المدينه، مشينا من فرنسا مشينا لواحد المدينه يقولوا لها بيربينيون على حساب الحاله ديالو. كان يدور بلي زاباراي، كيدور بديك لاباراي دوكسيجين. كان مشينا تما ارتاح، صاب الراحه ديالو في التنفس ولا زعما عادي. صافي استقرينا تما 3 شهور، بغينا نستقروا نهائيا تما. حنا كنوجدوا باش نجيو رمضان هنايا لفرنسا نصوموا مع ولدي. عندي ولد واحد تبارك الله راه قد ولدك. كنا موجدوا صافي مقطعين البلاصه، فرحان ناشط كيشري شي حويجات عند ولدي وليداتو صغيورين. جاتو كريس كاردياك، عيطنا للطاكسي باش نمشيو لاكار، جاتو كريس كاردياك. بديك الفرحه وفرحان مات لي في بيربينيون. وهو كان عنده واحد الامنيه، قال لي لا الا كتاب وتوفيت ما تدينيش للجزائر، ما عندي حتى واحد، اما دفنيني في المغرب اما دفنيني في ليل. ما كانش عنده مسكين لا لاسيرونس لا والو. عيطت للناس هنا في ليل، جاو عندي حتى تما 5 ايام وانا كنتكرفس في بيربينيون. راجلك كان جزائري؟ كان قبايلي واه. واش نقول لك. مهم جيت دفنته هنا في ليل، وملي جبته هنا في ليل دفنته. يلاه ما كنت عاد شاده حق الله. وولدي صرات له مشاكل عويصه، عنده 18 عام. الدابن جابها خرجت من الفوايي. ولدي مولا 18 عام زادت عنده البنت الاولى، زادتو البنت الجوجه، زادتو الولد وهي تفارق معاه. ما بغاتش دير الكاغط. هو كان بوريقاتو الحمد لله بقرايته، ما بغات دير الكاغط. كتقول له جو سوي با بريت. تكرفصات عليه ولدي عطاوه الكتيف. تكرفصات عليه بالمعقول وانا شاده حق الله. ولدي كيبكي بالدموع بالعينين، كيبكيهم بالدموع من عينيه. شد ساكادو فاليزا قال لي نمشي اسبانيا. قلت له انا واش غادي نقعد ندير من موراك؟ عندي غير ديك العين وعندي غير هذاك العمر ديالي. هزيت راسي مشيت لاسبانيا. هذيك فاش تلاقيتك راني تما كنت كنتلاوح نخدم منا. ولدي استقر في اسبانيا الحمد لله والشكر لله يا ربي. مرضي وساجي والله يسخر فيه والله يحقق له ما راه يتمنى، الله يعوضه خير. عطاوه الورق في هذا التسويه. يلا عطاوهم الموافقه وداك الشيء كيستنى ديك الورقه باش يخدم باش يخلص ديك الطاسه كما كتقولوا لها نتوما في اسبانيا. انا ما نكذبش عليك خالتو ديسي. علاش طلعت عندك؟ انا الامنيه ديالي فاش خويا الله يرحمه في 2010 دارنا الفيزا على اسبانيا. ملي دخلت اسبانيا غير طريق واسبانيا هابله عليها مسطيه عليها. واخا عندي الريزيدونس تاع فرنسا ما عنديش الجنسيه. دروك راني واحد العذاب ما يعلم بيا غير ربي. رجعت ملي دفنت هنا، ملي رجعت من اسبانيا على حساب لا روتريت نتاع المرحوم جريت عليها وعطاوها لي. وانا مكرفصه راني في فوايي. دوك راني في فوايي وامنيه ديالي نمشي نعيش في اسبانيا ونقرب ولدي. ما قدرتش. خدمت في اسبانيا، لقيت الخدمه في اسبانيا ولكن ما لقيناش الاستقرار. ولدي كاريبيت مع ناس وانا راني خدامه في الريستوران هنا في فرنسا في الليل.
كنخرج في الوحده ديال الليل بوحدي. دابا بلاتي باش نفهمك سمعيني، دابا علاش كتبكي؟ المشكل عندك ديال الكرا؟ المشكل ديالي ما قدرتش نعيش في فرنسا في هاد لي سوفونير هنايا، وبغيت نمشي لاسبانيا. قالوا لي نقدر نخدم بلا كارت، عندي لا كارت دو ريزيدونس فيها فيها ديك لا ليتر، خصني نطلب اونيون اوروبيه. اونيون اوروبيا. بغيت نتجمع تما حدا وليدي ونخدم تما، مازال نخدم تبارك الله، كنخدم في الريستورون كنطيب. دابا ام اشرف علاش كتبكي؟ شنو اللي ما يمكنلكش ديريه؟ راه عندك لا ترخيطه اونيون اوروبيه، عندك الحق في اي دوله ديال اوروبا تخدمي فيها. وبغيت نمشي انايا كنرجع غير لاسبانيا. طلعت عندك لخاطر انا متابعاكم، متابعه حتى الشيف سيمو. كتبت له ميساجات. الشيف سيمو ما دايرش تيك توك. نو سي كملي ما دايرش تيك توك مسكين. سي ملي كيدير شي حاجه في تيك توك كملي نطلع نشجعه ولا كان نكتب له ميساجات. انا بغيت غير نخدم، نمشي ندبر شي خدمه تما في الريستوران، نكري تما، قادره نخدم. مرحبا. كندير لا كويزين، كندير لا بلونش، كندير لا ريستوراسيون، كنطيب الطياب. مرحبا. كله الطياب تاع المغرب كنديرو، كله اللي حطيت عليها يدي. كندير النيطواياج، كندير الحمد لله ما كنعياش. شفتيني دابا شوفي قربي، شوفي شنو باغا بالضبط، واش باغا الخدمه؟ باغا الخدمه، باغا نرجع تما باش ما نبقاش بوحدي هنا. كنتلاوح ما قديتش. فرنسا عندي فيها كلشي القوانين. مرحبا. ما مرتاحاش. بغيت مرحبا ام اشرف مرحبا والف مرحبا. بارك الله فيك. انا هذه هي الامنيه ديالي. كنصيفط مرحبا الناس في مورسيا، كنصيفط للناس الكونتي. خاطر ولدي راه قريب لمورسيا، كاريبيت مع الناس، ما نقدرش نمشي عند ولدي. ولكن والله العظيم ما نحشمك زعما انايا وقفتي معايا زعما غير لا باينه فيك. لا شوفي انا شفتك مباشره وعقلت على دوك الدريات اللي يحكوا لي ملي درتوا لي انا عاقله، ملي درتوا لي السميه ديالي والقلوبه في الحمام في الميريا وداكشي. زعما فرحنا. كنت عندنا القلب ديالنا كيضرب. وحتى ديك مولات الحمام الله يعمرها سلعه، القلب ديالنا كيضرب بالفرحه فوقاش تدخلي نشوفوك هكذا، نشوفوك فاس فاس وشفناك الحمد لله. مرحبا. فرحت بزاف ومتابعاك. ودرك راني جالسه بوحديتي كنخدم غير واحد رومبلاسونط في واحد. ام اشرف صنتي ليا ام اشرف، وي دخلي عندي باش نوصي عليك، يعطيك الخدمه في الكوزينه بالسكنه، ماشي بويد تخشي فيه على ما تلقاي لك. الله يخليك، ما راكي تتمنى يحفظ لك وليداتك وانت حاسه بالولاد. انا ولدي تكرفس. الله يحسن العوار، راكي ولدي ما قدرتش. رمضان اللي فات هو صام تما في واحد البيت وانا صمت هنا بحال الهبيله في الجامع. قالت وحده كنعرفها انسانه طيبه عليك انتيا. كنعرف في اسبانيا زعما الناس كاع اللي يمكن نخلي بلاصتي زوينه، والناس كنعرفهم في اسبانيا، نعرفهم في فرنسا. زعما انا انسانه واش نقول لك، قاسيت وما بغيتش نتفارق مع ولدي. بغيت نقعد. من حقك يا بنتي، من حقك. وما شتي بك تهضري على الولاد واخا يديروا حتى 30 عام. انا ولدي عنده تبارك الله الحمد لله 25 عام. هنا كيعنقني، هنا كيسلم عليا، مرضي يسلم لي على راسي، يسلم لي على يدي، يسلم لي على مرضي. وما قدرتش نتفارق معاه. كنت راهو في هذه الظرفيه فقد كلش، وانا عاوتاني في هذه الظروف ما قدرتش الفراق. ما قدرتش. فرنسا كلشي موفر لي وما قدرتش. من حقك وشكرا بزاف. من حقك. شكرا بزاف طلعتيني. ماشي بالجميل قلب طيب. ها هي الرقم ديالي، ها هو الرقم ديالي هنايا، شتيه؟ تبركي على الحوت لا فخيتيغ تما الرقم ديالي. في الفوق لا فخيتيغ اللي كاينه الفوق فريتوره. ايوا في السميه ديالك فين كاينه خالته؟ فين كاينه خالته دري كاين الرقم التليفون تحت منها، عيطي ليا. صافي. بارك الله فيك. غنوقف معاك. منين باغا تخدمي في الكوزينه غنصيفطك عند السيد. انا عليها قبيله قلتي لي متابعه فلان، قلت لك فلان ما كيديرش تيك توك، كيحط غير اطباق مره، يعني ماشي كيدير تيك توك ولا في اطباق مره مره كيحط اطباق وصافي. سمعتيني ولا لا؟
واه عارفه تجبدي الرقم ولا نفتيه عليك؟ كتوطاي عليه هكا كيبان في ديك لا فخيتيو في ديك الفريتوره د بيسكادو راهي. أطو. وطيت هنايا على نوطا على على خالتو الدري نوطا على خالتو الدري. غتلقاي الرقم ديالي في الصبليونيه تما. فيه شفتو بارك الله يلا فيك. شكرا جزيلا. انا مريم، سميتي مريم. يلا فيك تفضل انا مريم، بارك الله فيك. مريم راك واخ. مرحبا والف مرحبا مريم الغزاله. الكبده صعيبه، هي مرتاحه في فرنسا وخدامه والقلب ديالها بقى مع ولدها. الكبده شحال من اللي كيقولوا المراه المغربيه ما كاينش بحالها في العالم. المراه المغربيه واخا تكون عايشه في الجنه تفكر في ولادها. صعيبه الكبده صعيبه. انا كنفهمها، بغات تكون حدا ولدها. تصوري تكوني في الخارج وخاويه المغرب وولدك في قنت. فكرتني في واحد المراه واحد النهار عيطات ليا، قالت لي ولدها ما عرفت فين وهي ما عرفت فين، هي كاريه بيت وهو كاري بيت. صعيبه. دابا هادو الحلم ديالهم هي ولدها يتجمعوا في دار وحده، ما طالبه حتى شي حاجه، طالبه غير تجمع في دار وحده هي وولدها. قطعت لي قلبي. نورمال تقطع لك قلبك، كلنا قطعت لنا القلب ديالنا. الكبده صعيبه والله، صعيبه 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 صعيبه. انا كنت كنعيب على امي الله يرحمها، كنقول لها كتسولي فيهم، ما كي كتسولي فيهم راه كبارين، كتسولي فيهم واش كلاو واش شربوا، راه ديورهم ياكلوا ولا يقردوا. حياك الحي دابا انايا كنسول واش كليتو واش شربتو. الكبده صعيبه. طفالية التليفون مالها عافاك. نعاود لك من الاول، غندير بحال دوك المطورات. دخلي في العالم الاحمر اللي هو اليوتيوب وتفرجي فيها. شي وحدين بالعاني. الدريات هاد الكريمه هادي ودير لك الصبع، ترسم لك الصبع زعما سيري اليوتيوب باش زعما ديري جيم ويطلع ليها المشاهده. هاد السيده مسكينه تلاوطات ما بين فرنسا ما بين اسبانيا، خدمات في واحد الحمام مسكينه، دابا فرنسا خدامه ولكن ولدها مسكين فاش مات ليها الراجل الجزائري. دفناتو في فرنسا لان مسكين قالها بلا ما عندوش لاسيرونس باش تصيفطو لبلادو يتدفن. ملي مات بوات ولدها، كان ولدها عنده 18 عام في سن المراهقه. يعني مسكينه تلاقى مع وحده كيقول لها يلا نضربوا الكاغيط، ما بغاتش. ولدات معاه 3. جابت له المخزن، داروا ليه كيت لو تيريتوار، يعني خرج من فرنسا جا لاسبانيا ولا حارق، دفع في التسويه الجماعيه، صاوبوا راقيه كيتسناهم دابا يخرجوا له. هي مسكينه في فرنسا، الكبده المقطعه ما بين فرنسا واسبانيا، يعني بغات تجمع مع ولدها، من حقها، ولدها كاريبيت وهي ما مرتاحاش في فرنسا وولدها كاين في اسبانيا. نورمال. انا براسي الله يستر له لا يديرها يكتب على ولدي المكتب ونكون واخا حتى في النرويج نبغي نهبط لاسبانيا باش نكون مع ولدي ولو نشد غير 600 الاورو الشهر، المهم نكون حدا ولدي. الكبده صعيبه كنعاودها. خالتي هضري على النفاس وعلى اللي كيجرح المراه النفيسه. اش غادي نقول لك بنتي، حنا النفاس ماشي ضروري فاش كتكوني والده، حنا نفسات العام كامل، لان النفسيه ديالنا كامراه مذكوره في القران ولا تحزني. الراجل الراجل اللي مريض كيبغي يعذب المراه، يبغي يعذبها. غير حنا كنكونوا محساسات وسنسيبل في الفتره ديال الولاده، وما كايناش فينا الاغلبيه اللي ما بكاتش. انا كنقول والله اعلم تقريبا نص ديال عيالات المغرب بكاو في النفاس. يا كتجي موختو كيبغيو يديروا الرفيسه وما يبغيوش امك اللي تعجن الملوي، يا كيجي راجلك كيقول لك مالكي بحال حرام يناض على 3 ايام، يا كتطلبي الملايه في الغوز بنتك والده بنيه كيجيبها لك بالعاني فيها اللون ديال الاحمر باش يفقصك. كاين الراجل اللي كيبغي يفقص المراه. انا بعدا انا بكيت في النفاس ديالي، ما كايناش شي مراه ما بكاتش في النفاس ديالها. والله اعلم كاينه شي وحده في التعاليق كيطلعوا انتيا شي رعوانيات في التعاليق في اليوتيوب، لا حبيبه انا مستاتني ومحصني وجاب لي الرابك وجاب لي الذهب، ما بكيت والو. عاود وحده كتكتب لك لا حبيبه انا الشوا كيجيبوا لي حتى للدار، بلاتي الفعات كيكتبوا لي في التعاليق
انا كندخل عندهم الخاص كنقول لها ما دويتش معاك، ما تكتبيش ليا وما تعلقيش ليا، تعليقك خليه عندك، يا كنتي مبرعه ومفرطخه وتفرطخي في محلك وبعدي منك. شي وحدين كيديروك زعما بحال نازله من كوكب زمرده، زعما كتقول لك لا لا حبيبه انا وخواتاتي كيذبح ناموس واحد، انا وخواتاتي ما عمرنا دابزنا، اذا كتنافقوا بعضياتكم. انا كتجيني لي ما عمرو دابز بحال وحده قالت لك انا في حياتي ما دابزت مع راجلي، اذا ما كيهضرش معاك، اذا ما كاينش الحوار، حيت ملي كيكون الحوار كيكون نقاش مساله عاديه ولا ما عندكش راي. يعني على اللي قالها لك كتقولي لي بحال الحماره، ما يمكنش ما تناقشيش مع راجلك اذا ما كيدويش معاك، واقيلا كيعمر لك على الثلاجه وكيسير. اش قالت وحده بنت بني ملا الخدامه معايا، قال لي سيري وانا نسير. كتعجبني الهضره ديال الناس دبني ملال، تحيه الناس دبني ملال. قال لي الشاف سيري وانا نسير، ومنين سرت قلت لها مزيانه هاد، قال لي سيري وانا نسير. كاتارينا ما عندك كونت بريفي ما قدرش نطلعك. خالتي ولي ديري الندوات ويوليو الناس يحضروا ليك. فين ندير الندوه؟ في البلديه، انا موظفه عندي ايشيل 11. خالتي عودي ديري الندوات، وانا عاد المشاكل 40,000 واحد داير المشاكل في التيك توك في الصباح، راه كاينين 8 فيهم الرجال والعيالات، وكيحطوني في اللايفات كيقولوا واش هادي عليا انا زعما، واش هادي دابا دكتورة الثانيه، واش دابا هادي قولوا لي مالها، مالي راه بحالي بحال الناس، حلقانه اللي بغاني كيتفرج اللي ما بغانيش ما كيتفرجش، راه بحالي بحال عباد الله كاملين. فين هو المشكل؟ راه 8 حالين في الصباح كيديروا القصص، تيخليو الرجال اللي يحلوا القصص يجي يعلقوا مرا. علاش زعما؟ بحيت انت اللي عندك المشاهده، هذوك ما عندهمش، هذاك عنده 400 نعلقوه، اش غنديروا به؟ اش غنديروا به؟ هذاك عنده 400 في اللايف، وحده الاخرى عندها 800 في اللايف، اش غنديروا بها؟ اجي هادي اللي عندها المشاهده نعلقوها باش يطلع لنا اللايف. يا بنادم مريض. اجي نقولوا هادي علاش قالت وعلاش دارت ومالها، واش دكتوره؟ تقول لي انا شايفيني دايره الصناطه في ودني وكتبات الدكتوره الدريسيه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام خالتو، كي دايره؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. بدا المشكل عندك انت. اول مره غادي نطلع في شي لايف، بغيت غير نفتح معاك قلبي من الاول. نتمنى يكون عندك زعما الصبر معايا وصافي. نو انا اللي عنده المشكل ماشي غير طلعي تعاودي ناقص يعني عندك شي مشكل؟ دابا عندي مشكل، راني باغا نتفارق مع راجلي، انا ما ساكناش في المغرب، ولكن خايفه من هذيك الخطوه الاولى اللي خلعاني سنين وانا باغا ناخذ هذه الخطوه ما قاداش، حتى لدابا عاد خديت الخطوه الاولى. عاودي لنا باش نفهموا. اش غادي نقول لك؟ انا زدت في المغرب في عائله فقيره ياك، يعني الوالده والوالد تفارقوا ملي كانت حامله بيا. الوالد ما قدش على المسؤوليه وهرب، حتى هو راه هو من صغيره، ولكن تزوج مراه اخرى وولد معاها ولاد في تيفال. عمري ما شفت الاب ديالي، يعني بحال كانت تسمى يتيمه، وانا فهمتي يتيمه الحيان كما كيقولوا. المهم دازت واحد 5 سنين بحال هكاك، رباتني مسكينه الوالده، كانت كتخدم غير في الديار وكذا، رباتني غير امي مسكينه الله يرحمها امها، يعني ماما كانت هي الاب ديالي، والام امها يعني كانت هي الام ديالي بالنسبه ليا. المهم داز 5 سنين، تزوجات الام ديالي مسكينه باغا غير تستر، فهمتي كيقول لها يعني بنتك هي بنتي، امك هي امي كذا، كيعرفها الرجال في الاول كيفاش كيدخلوا كديك الدخله، فهمتي. الام ديالي مسكينه باغا غير تستر وتجلس من ديك الخدمه تاع الديور وتماره. قالت له اوكي مرحبا. ملي تزوجاتو يعني شفت العذاب مع داك الزوج الام ديالي، يعني كان لا ستي بوزيتيف. الدريات قولوا المروكين يحيد الفيديو، راه ماشي عيد الميلاد ديالي، راه غير بغيت نفقس كمال الباشا، بغيت نخسر عليه الفرحه ديالو باش نربحو. ويلي وحدي. قولوا يحيد الفيديو، بارك لي عيد الميلاد. اش من عيد الميلاد عندي انا؟ راه مزيوده في 3 شهر 4. ويلي وحدي. قولوا يحيد الفيديو ديال عيد الميلاد، راه ما عندي بو عيد الميلاد، راه غير بغيت نفقس كمال الباشا ملي عيد الميلاد ديالو اليوم، قلت له بالعاني حتى انا. ويلي على غدا يدي حط فيديو كيبارك ليا،
كملي اللي كملي استاي. قلت لك صافي يعني تزوجات به مسكينه. البنيته الاولى تزادت عندها معاقه، يعني معاقه حركيا ما كتقدرش تمشى. يعني دازت واحد العام اخر حملات بخويا، يعني كانت شويه الكيره نايضه، خصك طيحي داك البيبي غادي تبقاي تولدي ليا غير المعاقين كذا، نوض صداع كبير. دازت واحد المده قليله لانه مسكينه ملي كانت كتولد خلاوها يعني منشوره في السبيطار وداك الشيء، شربت البرد ديال بصح تاع النفسات، مرضات مسكينه واحد 10 سنين وهي كتعاني بالروماتيزم. يعني انا على 14 عام كنت واخده المسؤوليه ديال خوتي صغار مني، المسؤوليه ديال الوالده. كانت مسكينه كتمشى غير في الكروسه، خصني نديها، تخيلي حنا في تماره خصني نديها من تماره حتى الكازا، لانه كانت واحد السيده الله يجازيها بخير هي اللي دبرت ليها استاي حيت موليزم. عندك المشكل دابا ديال حيت عندك يا باش المشكل باش ديال نجيك التفاسد زعما ديال الطلاق. بحال باش تعيشي معايا لا النفسيه كيفاش كنت كنفكر مثلا انت تزوجت بهذا الراجل، فهمتيني؟ هادشي اللي بغيت نقول لك. صافي مسكينه 10 سنين وانا غاده بها جايه لهداك السبيطار موريزكو. كنت كنخدم مثلا كنقرا في الاخر كنقرا، وفي الصيف كنت كنخدم في اي حاجه. مثلا بقى 15 عام 14 عام مشيت خدمت في الفلاحه، ياك خدمت في الفلاحه. دازت واحد المده عاوتاني مشيت في الصيف عاوتاني خدمت غير في الريستورات نغسل المواعن وداكشي. المهم درت تكوين وداكشي، خدمت 3 سنين في الكابلاج. معاناة تاع الدار عادي مع الزوج. الام مسكينه هي ملي مرضات نوض معاها صداع كبير، كل مره كان كيضربها يهرس على المواعن باش يتزوج بالمره الثانيه. المهم صافي مسكينه تسمحت له وقالت له صافي غير سي تزوج، صافي سمح فينا. يعني ملي كنت انا خدمت صافي سمح فينا، يعني وليت انا هازه المسؤوليه ديال الدار وكل شيء. ما عليناش. كنت كنهضر مع، كنت غير دخلت بحال هكا كاي بنت يعني في السيت وداكشي تاع التعارف، بغيت زعما شي واحد حتى انا باش فهمتي نتزوج وكذا. دخل عندي يعني دغيا يزرب عليا، هو اكبر مني مثلا ب 19 عام. دغيا يزرب عليا في الهضره، قال لي انا باغي زعما الزواج الحلال، ما بغيتش الدخول والخروج. هو يعني اصله يمني ولكن فهمتي تزاد في الصومال وهنايا عايش في بريطانيا. صافي انا كنت باغا، واخا شتو كبر مني بحال حسسني بحال داك النقص تاع الاب اللي ما كاينش، فهمتي؟ كنقول زعما الراجل كبر مني غادي تكون فيا ديك الحنيه وغادي يكون حنين فيا، ماشي بحال واحد باقي صغير مثلا طايش. هذيك الساعه كانت عندي 26 عام. قلت صافي مرحبا. منها بيني وبينك خالتي، منها يعني بحال طمعت باش غادي نفك العائله ديالي من داك فهمتي داك الوحل اللي عايشين فيه. شحال كان فايتك من عام؟ يعني 19 عام. شحال كان فايتك من عام؟ 19 انا كانت عندي مع 29 والله ما بلاتي عرفت. عفاك بلاتي هدى اتوليه خالتي، هذه قناتك ديري فيها اللي بغيتي من حقك. هدى اتوليه ومرحبا بك عندي. مرحبا بك كملي يا بنتي. كما قلت لك صافي يعني انا طمعت في برا، قلت صافي ماشي مشكل ان شاء الله غادي يكون على خير. وهو كان مزوج ومطلق 2 المرات، كان قال لي غير مره واحده، ما قالش لي 2 المرات. حتى جيت لهنا عاد عرفتها. المهم هو في الاول كيبان لك زعما راه الدين الصلاه والدين ما عندوش، يعني ما كيكمي ما كيشرب ما حتى شي حاجه، كتقولي صافي هذا هو الزوج المناسب ليا. صافي ملي تزوجنا يعني من الايامات الاولى انا باقا في المغرب باقي ما جيتش، يعني كنشوف السيد يعني بحال هذاك الشك المرضي اللي كيكون مريض بزاف. هذاك الشك يعني فهمتي، ما خصكيش تخرجي بوحدك، ما خصكيش ديري حتى حاجه، التليفون ما تدخليش الواتساب كيبقى حاضيك الواتساب انت دخلتي اخر مره. يعني كان الكونترول بزاف. فهمتي انا ملي شفت هكا كنت كنقول مثلا حيت باقي انا وياه يعني ما تعرفناش مزيان، باقي ما عايشاش معاه، يعني ما عارفنيش كيفاش دايره، يعني فهمتي تنعيش معاه وداكشي غادي يعرف شخصيتي كي دايره صافي. ولكن هذاكشي غير ما غادي وكيتزاد، يعني كل مره كيتزاد مثلا يجي يبقى يقلب لي التليفون، يمشي الفوتوس، يمشي فهمتي الواتساب، يمشي لاي حاجه. السوشيال ميديا بعدا راه ممنوعه منا، يعني كندخل بعض المرات بطبيعه باش نتفرج في الفيديوهات. سمعي يا بنتي سمعي بنتي هذا هو الزواج ديال الطمع. هو طمع في الصغر وفي الزين، وانت طمعتي في الخارج وفي النشاء. الظروف بعض المرات كديرها، يعني كتشوفي راسك كنت كنخدامه في الكابلاج نهار كامل وانتي كدمري على 2 ريال ما تقدك في والو. ستي كاينين بنيات هاهما جيراننا هما جاراتي خدامين في الكابلاج وكيتقاتلوا كيجيبوا 4000 5000 درهم للشهر. لا عي كنقول لك كاين اللي ما عندوش. سمعي عافاك بلاتي ستي بلاتي، عي هو كاين اللي لحمو عزيز عليه وكاين اللي طمع كيغريه. بحال دابا انا نهار اللي يلاه جيت لاسبانيا جاتني واحد الفرصه باش نمشي مع قاوري نولي نحكم هنا في المغاربه اللي خدامين. القاوري تقريبا كان قد با الله يرحمه، ما تقبلتهاش وحرقت. كل واحد وشنو، كاين اللي معياف وعزيزه عليه نفسه وكاين اللي
ما على بالوش. انت ماشي الظروف ديالك وداكشي اللي عشتي قلتي غير نهرب، اكثريه ملي سمعتي الخارج بحال هكا نورمال. بصح بصح كتشوفي يعني كتقولي على حيت الوالده مسكينه محتاجه للدواء، محتاجه فهمتي بزاف تاع المصاريف. اختي شحال مره فهمتك. كدير التويض بحال يعني هذيك كتضحي بحال بحال هكا ستي، بحال كتضحي انت كتضحي بحال بالحياه كتضحي. ديالك. وي 56,000 ريال هذيك الساعه اش كنت غادي ندير بها فهمتي؟ شويه قاصحه ما تقدريش. صافي قلت له يعني صافي ما عقلتش فين خليتها. المهم هو بعد ما لا انا نوريك فين خليتيها، انا نوريك فين خليتيها. كيبقى حاضيك فوقاش نعستي، علاش كتشاطي، علاش كذا، الغيره الخاويه. المهم الكونترول بزاف 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 يعني. وكل مره عنده ديك الفكره بانني انا حاشاك عندي صاحبي واخا ما كاينش شي دليل فهمتي. كنقول له عطيني شي دليل كيقول لك ما نتسناكش نشوفك مع شي واحد. يعني هذاك الشيء كنحس به. قلت له الاحساس دابا مثلا تمشي للحبس وكذا ماشي بنادم اللي داخل تما راه داخل بدليل. يعني شفتيني كنشاطي مع شي واحد، شفتيني واقفه مع شي واحد، شفتيني كنهضر مع شي واحد، شتي تصاور ديال شي واحد عندي. يعني هذيك الساعه ستي هو عارفك ما كديري والو، هو شك في راسو، عارف راسو ماشي ديالك نتيا. وفعاود لي يقول لك انت طماعه، وديما كيقول هاد خيتي طماعه. مادام انا حالتي ويامي وكبر منها ومشات معايا، اذا هذه مستعده تبيع راسها في اي مومنتو، في اي الراجل راه المرة ذكي. الأولى المرة الأولى ما كملتش معاه العام، قالت لهم بأنه كيعنفني وربي نطقوا يلا شي شهر دابا باش قالها ليا. كل مرة كيقول ليا أختها هي السبب اللي كانت كتعمرها. المرة الثانية كانت زوج باغي بالفاتحة، قال لي امها هي اللي كانت كتعمرها، صبرت معاه شي 6 شهور ولا ما نعرف، حتى هي طلقت منه. أنا دابا 10 سنين تقريبا وأنا معاه، يعني صبرت وصبرت شنو اللي خلاك تصبري 10 سنين كامله ستي؟ بيني وبينك خالته كنت خايفة على الأوراق ديالي، ما بغيتش زعما نرجع من الزيرو فهمتي. ما بغيتش حيت كاينه شي وحده، انا عجبني الجواب ديالك، لان كاينه شي وحده كتطلع كنقول لها انت طمعتي في الخارج، كتقول لي لو كان طمعت كاع ما نولد معاه جوج. راه هذوك الجوج فاش ولدتيهم راه ما كانش عندك الحل وما كانش عندك لي شونج، ما كانش عندك البديل، لانك ضروري خصك تسناي تصاوبي وراقيك. وملي كتكوني كتسناي تصاوبي وراقيك هو باش يثيق فيك مروحك عنده راه كتولدي. يعني جيتي من الاخر في ديك 10 سنين كنتي كتسناي، في ديك 10 سنين كنتي كتسناي تصاوبي وراقيك باش الناس يفهموا، كنتي كتسناي تصاوبي وراقك. حتى هو خدم معايا ديكي مثلا هنا في بريطانيا. عندك مثلا الا كان راجلك خدام وكتخلصوا كل شيء هو هذاك فهمتي على 5 سنين كيعطوك الوراق ديال الاقامه الدائمه. ولكن الا ما كانش داكشي اللي بغاو هما كيدوزوك 10 سنين. وهو حنا فاش جينا دوز مثلا غير شي شهور قلال، كانت الشركه ديالهم سدات يعني وجلست 3 سنين ما خدمش فهمتي. كنقولوا نتقلب على الخدمه ملي كنت قريبه ديك الساعه ندفع المره الثانيه. يعني فهمتي كل مرة راني قلبت راني هادي ما كيبغيش، كيقول لي انت كتفكرها في الفلوس. كنقول له ما كنفكرش في الفلوس، ولكن اي مرة كتبغي راجلها يكون خدام ومنها باش غادي ندفع زعما الوراق ديالي ما بغاش. المهم تا صيفطوني للمحكمه وداكشي كانوا ريفيزاوها ليا وصيفطوني للمحكمه، ومن بعد عطاني 10 سنين. ما داش شهور كثيره صافي هو يلقى خدمه. يعني بحال كان كيتسناهم يعطوني ديك 10 سنين، بحال كيضمنني راني غنبقى حداه فهمتي 10 سنين. كيقول لي وفيها خير وفيها خير، يعني ديك فيها خير تاعو زعما بحال راك غتبقاي حدايا، بحال راه ضامنني 100%. هو قلت لك كما قلت لك هو ما كيولدش، يعني عنده مشكله تاع الولاد، خاص ضروري باش نديرو سميتو اش كيقولوا لها الابره تاع التلقيح. واه ضروري هذيك. مشينا شحال من مره انا من بعد ما تزوجنا كانت زاد عندي شويه الوزن، كل مره كيصيفطوني مثلا سبحان الله ربي ما بغانيش نولد معاه وصافي كيصيفطوني سيري حتى تنقصي، كنقص كنمشي لعندهم. كل مره كتوقع شي حاجه المهم 3 المرات وانا كنمشي. عاوتاني هو ملي كيعطوه مثلا الدواء باش يعاونوا داك الشيء. الدريات بلاتي عافاك، بلاتي هذه نقطه مهمه، بلاتي عافاك بنتي هذه نقطه مهمه الدريات، وربي شاهد عليا. واحد السيده كانت غليظه ملي دارت الريجيم ونقصات حملات. تقولوا ما كاين حتى علاقه ما بين الغلظ والحباله، اقسم بالله كاينه علاقه وطيده. شي دريه تكون غليظه بزاف وعندها الكرش تحاول ما امكن تنقص لو بوا راه يمكن ليها تحبال. المهم دير هذه الخطوه. انا فايته سامعه كملي بنتي. في الاخر حملتي ولا ما حملتيش؟ لا ما حملش، لانه هو يعني بحال مريض يعني كيعطوه مثلا الدواء. شرينا الدواء مشيت للمغرب شريت 2000 درهم تاع الدواء، جينا لهنايا يعني كيبقى دوك الايام الاولى ملي كينوض معايا الصداع على اقل حاجه كيحبس كل شيء بحال شي بيبي صغيور فهمتي.
يعني بزاف، يعني مريض لاقصى درجه. تخيلي معايا مثلا نمشيو نطلعوا في الطوبيس نركب مثلا جهه الزاج، ما خصنيش نركب جهه الزاج، راه كنقلب على الرجال. يعني فهمتي هكا الموقف ديالو. المهم اون جينيرال المرض شنو قررتي تطلقي بلا ولاد؟ دابا يعني مؤخرا هددني واحد الشهر، جوج المرات وكيهددني بالقتل، مره قبل ب5 سنين، مؤخرا غير واحد الشهر بحال هكا عاوتاني جوج المرات. دابا كيقولها ليا، كيقول لي غادي نقتلك. ما لا ما تقوليش هذيك سمحيلي المره كطيح في اللايف. المهم نسيت سمحيلي. قولي انهي حياتك وصافي. وجوج المرات دابا كيهددني، وفهمتي يعني ملي كنتخاصم معاه كنتخاصموا ب6 شهور ب7 شهور، فهمتي ما كيتسوقش. واخا هو اللي داير الفعل، مثلا ملي يشك فيا ويجي يقلب لي التليفون يتغاوت معايا على حاجه انا ما دايرهاش، كيقطع الهضره، انا خصني نمشي نحزرو اولا يهز مخته يخرج للصاله. خدينا فكره على هذا النرجسي. شنو قررتي؟ دابا ملي مشيت لهنايا للسبيطار، كنت مشيت قبل بعام وكانوا قالوا لي واش ديري زعما بغيتي تبداي الخطوه، قلت لهم نعطيه يعني فرصه ثانيه. مع ذلك السيد ما تبدلش. دابا صافي مشيت للسبيطار الحومه، صافي عيطوا لي على الجمعيه، والجمعيه دابا راه فهمتي بادين يعني من واحد هذاك الشيء، فهمتي ستيب باي ستيب، من واحد ما فهمتش بلاتي. اش جاب الطلاق؟ مشيت المره الاولى للسبيطار ونعس الشيطان ورجعت ومشيت المره الثانيه. حيت كنت وصلت لواحد الحاله ديال صافي يعني القلق، وكتجيني البانيك اتاك، كان فهمتي مرات وليت كنبكي على اقل حاجه، جالسه في الخدمه وفهمتي ودموع غير نازلين، كتمشي كيعطوك مثلا لي كالمون باش تكالماي تقدري تنعسي في الليل، لان بعض المرات ما يعني بحال دزتي بحال السيكولوج بانه هو كيعذبك. بحال كيبقاو يسولوك علاش، حيت ما بقيتش كنعس، كيقول لك علاش وشنو كتعاودي ليهم، كيقولوا لي زعما واش بغيتي ديروا شي حاجه، قلت لهم لا، يعني ما بغيت ندير حتى حاجه، عطيتو شحال من مره يعني فرص. دابا مؤخرا قلت لهم صافي ما بقيتش قاده، يعني صافي يعني هادشي غادي وكيطلع، فهمتي يعني غادي وكيطلع ماشي غادي وكينزل. وكان باغي يصيفطني للمغرب بوحدي، يعني امبوسيبل مثلا انا هنايا ما كيخلينيش نخرج بوحدي، كيفاش غادي نمشي للمغرب فهمتي وبوحدي. دابا لو غير سلطه انا قلت لك راه فهمت هذا السيد كي داير لك بلا ما تعاودي لي ديطاي. يعني الا حطيتي يدك على الطوموبيل ولا جيتي حدا الشرجم راه كتصيدي الرجال المغرب ما تهبطيش له، الا مشيتي راه فستي مع شي واحد. خدينا فكره شنو هو دابا صافي خايفه اللي خديتي مشيتي دابا باغا نطلق ان شاء الله، ولكن خايفه من هذه الخطوه الاولى، يعني باقي يلاه بديت هاد السيمانه هذه عاد بديت، وخايفه بزاف من الخطوه الاولى. ما عرفتش ماديا الصراحه هنا شويه كيعاونوك، يعني كيعاونوك مثلا هما يلقاو لك سكنه، ولكن كتكرفس شويه ما بين عطاوك الدار. ولكن مناش خايفه ماديا ولا معنويا؟ لان معنويا من النهار الاول ما كتحمليش وما كتبغيش وخديتي على الطمع وعلى ود الخارج. شنو اللي مخوفك؟ ما عرفتش، بحال غادا تبداي عاوتاني حياتك من اول وجديد، يعني فهمتي تبداي ازيرو عاوتاني من الاول، هي صعيبه. وراه هذه الضريبه ديال الطلاق، لانك انت هذا الانسان ما باغاش، بقيتي صابره تصاوبي وراقك، ملي صوبتي وراقك كتفكري في الطلاق. هذا الانسان باقي ما صوبتهمش، ما صوبتهمش، خصني 5 سنين اخرى عاد نصوبهم، يعني خصني نعاود 2 فيزات اخرين، وكل فيزا راه كتقام عليك بديك. دابا الا خرجتي من عنده دابا غتخرجي بلا اوراق؟ لا، ملي كتكوني مثلا معنفه يعني هما اللي كيشدوا لك محامي وكيقادوا لك الوراق، واخا تكوني جيتي هنا مثلا غير شهر. اذا دابا انت شكون اللي مخوفك؟ مخاوفه ينهيلك، خايفه ينهيلك حياتك كما كيقول لك راه غنصفيها لك؟ والله ما عرفت، كتخافي يطبقها بزاف تاع العوامل فهمتي، بزاف تاع العوامل. مازال ما قلتلكش الثاني. انا يلا كنخيرك، واش خايفه يصفيها لك؟ واش خايفه تمشي نحو المجهول؟ واش خايفه تزعمي وتولي انت كتخلصي كراتك من جيبك وتوقفي على رجلك؟ لان حنا العيالات ملي كنولفوا نعيشوا فابور ما كنبغيوش نجبدوا حتى اورو. واش خايفه تولي تجبدي انت الماده وتولي انت تجبدي الفلوس؟ صراحه كاع كاملين اللي قلتي هادشي فهمتي، كتكوني مثلا عايشه بلا راجل كتجيك شويه صعيبه، يعني بزاف تاع الحوايج. لا انت ما عمرك جربتي تعيشي بلا راجل. دابا عاودي لنا غير على هاد النقطه ديال خايفه تولي كما قلتي، خايفه من المجهول، خايفه من المجهول. مثلا هنايا الا كنتي خدامه غير بارت تايم كيعاونوك شويه الدوله، مثلا يخلصوا لك الكرا وداكشي فهمتي، يعني ما عندكش مشكله في يعني الماديات، ولكن بحال خايفه من المجهول ما عرفتش. فهمتك، يعني بحال تخربقت. خالتي دريسي عاودي لنا قصتك. انت جديده اما
يعاودوها لك بنياتي عارفين عليا اي حاجه. من نهار اللي كنت في بيراميد حتى جيت لاسبانيا حتى لدابا. انت جديده اما شي مره نعاودها لك بوحدك لان بنياتي كلهم حافظينها. ستاي، انا اللي كنقول لك بنتي، هاد السيد هذا انت ضحيه مجتمع وتا هو ضحيه. هو نهار اللي جا من اوروبا وهبط خداك، هو نواعى المعقول ونوا يدير ولادو، كان ما تايقش في راسو وكان كيغير عليك. انتي تانتيا استغلاليه، غير وقفتي على رجلك تانتي كتفكري في الطلاق. انا امون نافي فوميو طلقي انتي وياه باش هو يرتاح وانتي ترتاحي، حيت فاش كتكوني مع واحد الانسان أولي المره الاخيره ها هي كتفكري في الطلاق وباقا كتفكري في راسك، لا كتفكري خالتي، كيفاش انا غتخرجي. نقول لك، انا من داك النوع نو انا اللي كنقول لك دابا ستاي مم. ستاي، انا عاودتي ليا كلشي، انا دابا كنجاوبك باش لا نقول نهضرك، انا لك واحد كنجاوبك. السايد ديالي، واحد الجانب ديالي كيفاش انا كنت كنفكر. آه. انا مثلا ملي جيت لهنا شنو كانت النيه ديالي؟ كنت باغا نزيد مع هذا الراجل قدام. شنو قلت له؟ ديك الساعه ما كانش خدام، كان حابس الخدمه وانا كنت خدامه. قلت له اجي نحل ولد الناس، نحلوا واحد شيرين اكاونت ديالنا بجوج. مثلا ملي تخدم نتايا غادي نبقاو مثلا نجمعوا باش نبنوا مستقبلنا. هو شنو كيفكر؟ اي حاجه انا مثلا قلتها هو كيفكر بها في السلبيه. انت بغيتي زعما بحال تجمعي فلوسي وتاخديها وتهربي. ستاي نجاوبك وما تقاطعينيش عافاك، حيت انت من النهار الاول قلتيها بفمك ايه خديتي وكبا ديري ولادك، ماشي عيب ديري ولادك، ولكن او ميم طون كنتي كتسايني وصبرتي على بزاف ديال الحوايج، لان من النهار الاول عرفتيه بانه فيه الغيره الخاويه. علاش كنتي في الشاط، علاش كنتي في الواتساب نعسي حتى 3 الصباح، نعم كنتي كتشاطي، يعني هاد الشيء كله اللي فيه ملي جيتي لاوروبا باقي فيه. دابا نتيا خايفه من الوضعيه، نمشي نحو المجهول. انا امون نافي خليني نكمل عافاك. الوضعيه ديالك هاد السيد دون طولي كانتي دابا ما بقى عندك معاه ما يدار، لا ولاد ولدتيهم معاه، ديما المشاكل ديما الشك ما لايقش لك. اذا اعطيه هو الراحه اللي يمشي واحد النهار يطلع يستري يصفيها لك وسيري انت كملي اختي على الطلاق ديالك، الله يسهل عليك والله يسهل عليه حتى هو. شكرا جزيلا ستاي، شكرا، الله يكمل لك شكرا بالخير. بزاف. شكرا. اكفس حاجه من النهار الاول شتي السيد ما تايقش في راسو، شارف عليك، مريض، انت قلتيها من القلب ديالك، قلتي انا طمعت، تزوجتي على الطمع من الاول، افكاره ما عجباتكش، هو ما عجبكش، حتى حاجه فيه ما عجباتك، بقيتي مكمله على الوراق. ما نقدروش نبقاو مع واحد السيد الحياه كلها على الوراق والطمع. ودابا هي منين خايفه، انا راه حسيت بها، خايفه تخرج نحو المجهول وتولي حتى هي تخلص في الاول، لان عندها طون بارسيال كتعاونك الدوله. انا فهمتها واخا قالتها بالكنديه ولا بالانجلي، عندها لو طون بارسيال الدوله كتعاون. فاش كتولفي تكوني كتاكلي على ظهر شي راجل ما كتبغيش تخرجي اورو، لان هذا السيد واخا يكون خايب ويكون من شر ما خلق، كانت كتصيفط لامها وهزه والديها وهزه الدواء ديال امها. دابا هي فاش كتفكر بانها الا فرقات غتولي عواله على راسها وغتولي تجبد الفلوس، كاينه اللي ما خاصهاش تجبد الفلوس، هذا مشكل كبير. هذا السيد هذا هرب للزواج، واللي هرب للزواج هرب للطاعه، هذه هي نتيجه الزواج ديال الطمع. هو هذا خالتي بلوكي واحد الميكروب، وانت علاش كتصنطي الميكروب؟ خلي الميكروب تما. مغربيه مرحبا الغزاله ديالي. بيك الخير خالتي الدري، شكرا بزاف ملي طلعتيني. مرحبا. قصتي هي انني ملي كنت صغيره كانت عندي تقريبا 13 سنه. كنت تعرضت لحاله اغتصاب. المهم بقيت عايشه في الاول ما كنتش اصلا انا فاهمه شنو واقع ليا، بقيت عايشه بداك المشكل حتى تنشوف اختي تتزوج. من بعد ما ولات عندي 16 عام عاد فهمت شنو وقع، عاد فهمت شنو كان وقع ليا. بقيت هكاك عايشه في داك المشكل ساكته، ما قادرش انني نقول لعائلتي ها شنو وقع ليا. شكون اللي كان سبابك يا بنتي؟ سيد برا، يعني ما شكون اللي كان كنعرفوش، براني. شكون اللي داك عنده؟ واش كنتي كتلعبي في الزنقه؟ كنت نلعب برا ويعني هضر معايا ومشيت، يعني ما فاهماش انا تنلعب، انا ما فاهماش شنو كندير. فين مشيتي؟ كان دخلني للدار. كانت عندك 14 عام؟ 13 سنه.
هو كان عزك راه طلع يسافر وحدانا. داك للدار مره واحده ولا كنتي كتمشي معاه تكرارا لا، مرة مرارا وحدة مرة وتكرارا؟ وحدة وقع ليا داكشي صافي هربت، يعني فهمتي بقى، فهمت شنو وقع، صافي هربت، ما يعني غير اون فوا وقع ليا المشكل انا هربت. هربت تلقى الدم عندي، من بعد عاد فهمت شنو واقع، يعني سكت ما قدرت نقولها لتا شي حد. حتى كنشوف يعني ما بز... سمعي 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 13 عام ماشي نقول لك راكي كبيره، راكي قاصر، ولا تتحملين المسؤوليه لانك تعتبرين طفله قصيره، ولكن كنعرفوا شنو باغيين في 13 عام، كنكونوا مراهقات. 13 عام حنا كنا في طروازيام في كاتريام، ولينا نعرفوا نشوفوا يعجبنا شي واحد، كنكونوا عارفين في الرجال، يعني ماشي بزز عليك وداك وجرك في الدرب، لانه ما كنجرك كنت وكنبقيتي ماشي كتعوتي. شدني، لا ماشي شدني، كنت جالسة كنهضر وكنضحك انايا، ماشي غنقول لك بزز مني. برافو عليك، يعني انتي بغيتي كنتي عارفه شنو هو الراجل. كنت تنضحك انا، ما يعني مراهقة، ما غاديش نقول لك كنت عارفة ولا فاهمة شنو كيوقع ليا. وفاش وقع يعني انني شفت يعني الدم في حوايجي، انا باقا ديك الساعة ما فاهماش اشنو واقع ليا. حتى العرس ديال اختي فاش شفت يعني دوك التقاليد عاد فهمت شنو راه وقع ليا. ما قدرتش انني نقولها لتا شي حد، بقيت هكاك توصلت ل 21 سنة كيتقدم ملي ليا كانت واحد. عندك انت، سمحي لي يا بنتي، ملي كانت انت عندك 13 عام شحال كانت عنده هو؟ هو كان كبير، كان عنده شي 27 ولا كان عسكري كبير. كان عسكري. اه. مع العلم لو كان ما سكتيش ديك الساعه كان غيخاف من الشوهه ويجريو عليه من الخدمه، كان غيتزوج بيك. ما قديتش نهضر، كنت خايفة من دارنا. شي مره ما خصناش نسكتوا، بقيت شي مره عايشة كيكون ماشي من مصلحتنا نسكتوا. هزة المشكلة ديالي بوحدي، لغاية ما تقدم ليا واحد السيد يتزوجني، كان كبير عليا ب17 عام، كانت عندي 21 عام وهو كانت عنده 38 سنة. بطريقة تقليدية، أنا ما تنعرفوش، جا تقدم بطريقة تقليدية، أنا محيجة كنت صارحتو بالمشكل ديالي وهو كان يعني كان بالنسبة لي عادي. مغربيه 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 ومغربيه. نعم. ومغربيه كانت. نعم. معاك. نعم. كان مشات ليا الكونيكسيون في العرس ديال اختك، عاد فهمتي شنو كاين. اه. كانت مشات ليا كان مشى ليا الويفي. كملي يا بنتي. تقدم ليا واحد السيد في 21 سنة، هو كبير عليا ب17 عام، كانت هو عنده 38 سنة. المهم انا ما كنت شرط حتى شي حاجه، هو جا شافني يعني بشكل تقليدي، بغاني، جا بقى عاقله، كان جاب نهار ديال السبت قال لهم الاربعاء انا غنجيب الترسيه وكل شيء. انا كنت قلت لهم ما يجيبش الترسيه، تنجلس معاه يعني نتفاهم معاه. هناك كي فهمت لدارنا قلت لهم انا ما تنعرفوش، بغيت نجلس معاه. هو فاش جا انا كنت خايفه، كنت باغا غير نقول ليه المشكل، ما كنتش باغا برافو باش عليك. نلقى. فعلا مني جا جلست معاه هو يعني تيحاول انه يقول لي لا، يعني تيشرح لي الظروف ديال العيش ديالو، انا كنت باغا نخرج من عندي يعني غير داك المشكل نحطو ليه. فاش شرحت ليه قلت ليه شنو كاين وشنو كاين، المهم نيشان. هو ما يعني ما دار حتى شي ردة فعل، قالك هذاك ماشي مشكل وهذا صافي عادي. صافي طيب. تزوجنا كان تقريبا شهر بما هو تقدم ودرنا العرس وهذا، تزوجت مشيت لعندو. من بعد شهرين تنتفاجأ ان هاد السيد هو في الاول كان نورمال، من بعد من يعني شهرين. قبل يعني قبل على الوضعيه. اه. من بعد كملي. مشيت من بعد من شهرين تنكتشف بان هاد السيد هذا عنده سرعة قذف.
المهم انايا ديك الساعه ما فاهماش، لان انا العلاقه يعني حتى العلاقه اللي كانت عندي من قبل اللي انا اغتصبت فيها راه ما كانتش علاقه كامله، راه غير اون فوا قاسني تقصى حتى هربت وخرجت تنجري، يعني ما عنديش علاقات. انا وليت تنشوف يعني لي انت بلاتي عفاك، يعني فاش ندير لك هكا سكتي، يعني نورمالمون انت هذه نقطه خصنا ندويو عليها، ما بقاش فيها طابو، حيت كاين دابا هي كانت صريحه، قالت له انا ملي كانت عندي 13 عام طرا ليا مشكل الله يسر وفقدت العذريه ديالي، ولكن هو كان خصو يكون صريح معها، يقول لها شريفه ملي نتيا عندك هذا المشكل حتى انا عندي مشكل، لان المشكل اللي عندك انت راه فات، اما المشكل اللي عنده هو خصك تعايشي معاه وتعيشي معاه، وعندك الحق تاكسبتي ولا ترفضي، حتى هو كان عنده الحق، حتى هو كما انتيا واجهتيه حتى هو كان يواجهك، كان يقول لك الشريفه، كان يقول لك الشريفه راه المشكل اللي عندي حتى انا. هو ما قال حتى شي حاجه، بقينا عايشين هكاك. المهم انا مع المده كنا عايشين مع عائلته، يعني مشيت عشت مع عائلته. كانوا المشاكل، كانت عنده اختو مطلقه جايبه بنت، شويه يعني تطلق حتى اختو الثانيه، ولاو المشاكل كثروا، انا يعني ما مرتاحاش معاه هو، وميمتو ما مرتاحاش وسط من عائلته. صافي واحد النهار تنمشي عند اختي اللي كبر مني اللي قلت لك ديجا تزوجات، مشيت لعندها تقلقت، قلت لها ودي انا شداني كاع انا وشي زواج، لو كان جلست تنقرا مقابله قرايتي حسن ليا من هاد الشيء. بقات اختي كتهضر معايا قالت لي شوفي لا غير مشاكل العائليه راه كلشي عنده. الكونيكسيون مع الدماغ. عاودت لها قلت لها راه شنو هالمشاكل، يعني هالمشكل اللي عندي معاه، قالت لي لا راه يقدر هو غير ما ملاحظش، حاولي انك تفتحي معاه الموضوع. فعلا داكشي اللي وقع، مشيت فتحته معاه، ملي قلت لها ودي شنو قال لي انا ملاحظ بان ماشي نورمال، سلام. ولكن انا كنت نعتقد ان انت ما مأثرش عليك. ما تجيب حد. بعد كيفاش؟ منها قالك هو، بحيث قلت له ودي يعني راه يعني هاد الشيء هذا اللي عندك راه ماشي طبيعي، العلاقه عندك ماشي طبيعيه. كان عنده مشكل ديال سرعه قذف. قال لي يعني على اساس انه هو ما عندوش ثقافه ما عارفش. قال لي انايا ملاحظ بان ما كاينش، بان كاين المشكل، يعني انا ماشي نورمال، ولكن انا كنت نعتقد انه هذا المشكل ما مأثرش عليا انا، فهمتيني. قال لي هي المهم بعد منها بدا تيحاول انه يطول، وانما ما كانش كيقدر، حيت كان ما كيقدرش، كان تينوض تيبغي يضرب راسو مع الحيط، يبغي يضرب يديه، يعني تنشوفو تيتعصب. انا بقى فيا كرجل طاح في داك المشكل، كنت تنداري، كنحاول انني نسايس، وبقيت عايشه هكاك. صافي مع المده كنت وليت تاني هضرت مع ماما، قلت لها ودي راه شنو كاين ماما، نفس الهضره اللي قلت لها ودي راه غير صغير، راه باقي صغير يعني يعني ممكن غير المشاكل اللي مأثره عليه، انت من جهتك داري. فعلا داكشي اللي وقع، بقيت كنداري، كنت حملت المره الاولى وخسرت. مع عائلته وقعوا المشاكل، خرج من الدار من عند عائلته، هو كان خدمته هو انه خدام في الفلاحه في الارض العائله. فاش خرجنا ما بقاش عنده فين عايخدم، يعني خلى ديك الارض ديال باه، بقاو خوتو عايشين يعني في ديك الارض، ما عنده منين عايخدم. انا عائلتي لاباس عليهم، خرجنا كانوا عائلتي خدموا في الشركه معاهم، حملت بالولد، ولدت. صافي بقينا عايشين هكاك، يعني في دوك الدور، في داك المشكل ديالو كنت تنحمل. هو شنو كان كيدير؟ تياخد الفياغرا باش يلقى بلاتي يراضيني. مغربيه، واش ما كتشوفيش يدي، واش ما كتشوفيش يدي؟ بنتي، بنتي، نعم. بنتي، ما كتشوفينيش كندير لك هكا؟ شنو هي راه طلقات الدريه، راه باقي عندنا هذا الموضوع، حنا فيه طابو، عافاك، راه باقي عندنا هذا الموضوع فيه طابو، يكتب ويعرف ويتفقد ويتفقه. انا ما نقدرش نشرح لكم بزاف الحوايج لان ماشي الكونيكسيون. الله كاين مشكل يفعل ديال الويفي عندي الكونيكسيون والو. كاين مشكل ديال الكونيكسيون. كملي واغي كملي دابا، ملي كاين مشكل الكونيكسيون انت كملي دغيا الكونيكسيون، كملي يا بنتي.
قلت لك صافي. المهم ولدت الولد ولدت البنت الثانيه، يعني عندي مع دابا وليد وبنيه. بقينا عايشين مده ديال 7 سنين. هو حيت كان كياخد ديك الفياغرا بشكل عشوائي، هو كان يعني دخل في حاله ديال العجز وكان كياخد الكينات، ولكن ما كانش تيصارحني شنو كاين، حيت انا كنت تنبقى ندرز معاه تنقول له خاصك تمشي تعالج وهو تيرفض. شنو كان تيدير؟ تيجي تياخد الكينه باش يلقى يبين ليا نفسه انه مزيان. دوك الكينات اللي كان كياخد بشكل عشوائي خلاو عنده، يعني ولاو عنده يعني ضعف الشهوه، ما بقاش عنده الانتصاب في مره. من بعد 7 سنين صافي يعني الراجل ما بقاش قادر. فاش وصلنا لديك الحاله، المهم بقيت انايا بقيت تنخاصم تنقول ليه لا ما يمكنش هذا الشيء، حتى لواحد النهار تنكتشف عنده الكينات. فاش لقيت الكينات قلت ليه هادو هما اللي عايزيدو يكملوا عليك، وهذا ما كانش خاصك اصلا تاخدهم من الاول. المهم حتى لواحد النهار تنعتذر لان الموضوع محرج، نعتذر اللي كيسمع ليا. كنا لا جالسه كملي معاه، راه ما عنديش كونيكسيون. كملي جلست كملي ما تحبسيش، راه ما عنديش كونيكسيون. صيفط وليداتي للمدرسه وجلست كامرا وراجلها، جلست انا وياه تنحاول معاه سيد والو، يعني ما كاينش الانتصاب في مره، ما قادرش في مره. بقيت انا وياه هذا، انا خديت التليفون ديالي ودرت دي فيديو، يعني تنقلب كيفاش ندير الاكسيتي. درت دي فيديو. هو فاش انا درت لي فيديو بقى كيشوف فيا واحد الشوفات خايبين، ناض تقلق وخرج. لو مومون اللي هو خرج، المهم انا صافي وانا غسل وخرج، صافي مشيت انا غسلت، صافي مشيت للكوزينه ديالي، صافي ما يكت، صافي ما قلبت الموضوع. واحد شويه كيجي عندي تيقول لي اجي راني مشيت لواحد السيد. قلت ليه فاش مشيتي؟ قال لي راني مشيت لواحد الراقي. قلت ليه شنو؟ قال لي راه قال لي نديك لعندو. قلت ليه انا كيفاش عادي نمشي لعند راجل في هذا الموضوع هذا؟ ما نقدرش انني نمشي. بقى تابعني ولا هذا. قلت ليه انت يا عارف اصلا هادوك الناس اللي هما داخلين في هذا المجال يقدر اصلا يدوخني يدير ليا شي حاجه، يقدر وانا اصلا ديجا عندي الخوف من انني نمشي نفرد برجل اخر. بقى عليا لا وهذا. قلت ليه المهم انا غنمشي، بصح عندك تمشي تخليني بوحدي. مشيت لعند الراجل، بقى كيقرا في القران وهذا. واش ما وقع لك والو؟ قلت ليه انا ما وقع لياش، انا ما عنديش مشكل في هادشي، الحمد لله كنصلي صلاتي كنقرا قراني ما عنديش مشكل. قال لي ولكن المهم بقى جالس كيهضر هكا كينصح واحد شويه، كنلقى الراجل كيقول لي وبنتي راه ما خاصكش تشوفي لي فيديو. يعني راجلي عاود ليه راني انا وريت له دي فيديو. انا تقلقت فاش قال لي هكاك، تقلقت درت في الراجل غوت عليه. قلت ليه اش من فيديو؟ انا ما كنشوف حتى شي فيديوهات. وخرجت وخليته هو وياه، ومشيت كانوا ولادي خرجوا من المدرسه، مشيت جبت وليداتي ومشيت دخلت للدار. فاش جا هو لعندي، قلت ليه علاش تمشي تقول ديك الهضره كاع، ونفترضوا كاع انايا تندير هاد الحوايج هادو، ما تمشيش تجيب البراني تدخلوا عليا تقول لي، يعني تقول البراني هاد الهضره هادي علاش تقولها لي. المهم تخاصمت انا وياه، صافي بقى يعني هو عنده داك المشكل. في التالي قلت ليه شوف، بما ان وصلنا ان البراني مشيتي كتعاود له وكتقول عليا انني انا كنشوف ليه فيديو، دابا راه حتى انا دارنا غادي يعرفوا انا 7 سنين وانا عايشه معاك، حتى شي حد دارنا ما عارف، اليوم غادي يعرفوا. صافي واحد النهار تخاصمت انا وياه، مشيت لدارنا، مشيت كيفاش عاودت لبابا. مشات الكونيكسيون؟ عاود. فين؟ فاش نعاود؟ اش من نقطه فاش نعاود؟ المهم ما عجبكش الحال يقولها للفقي. ما عجبنيش الحال. قلت ليه صافي دابا عادي، يعني وصلتها لدارنا حيت هو وصلها لواحد براني، صافي يعني ما بقالاش عاد تخبي على دارنا. مشيت لعند بابا وشرحت وقلت لهم راه شنو كاين وشنو كاين. المهم بابا بدا تيخاصم عليا، قال لي كان عليك من الاول تصارحينا شنو كاين. المهم فاش هضرت معاه بابا ما قدرش انه يقول لي شي حاجه. عيطت لخوتي مقارنه، يعني على اساس ان خوتي قرابين له من العمر باش يلقاو يهضروا معاه.
مشاو لعندو هضروا معاه قالوا ليه شنو. المهم هو اعترف قال لهم حنا خوتي انا يعني كلشي غوت عليا، قالوا لي شنو هاد الهضره هادي كتقولي وعلاش تهضري اصلا في هاد الموضوع. مشاو لعندو قالوا ليه المهم حنايا راه حنا حاشمين انا حنا نجيو نهضروا معاك في هاد الشيء، ولكن راه هاناش كتشكى. هو اعترف قال لهم فعلا انا عندي المشكل وهي صابره عليا، هي صبرات عليا. فاش سميتو قال لي خويا، قال لي ودابا هي انت مده هادي وهي صابره عليك، قول لينا انت شنو درتي، انت راك غلط، انت خاصك يعني كان عليك دير محاولات العلاج وهذا شنو درتي. المهم هو ما داير حتى شي، ما عمرو ما بغا يتعالج وهذا. ناضو قالوا لي حنايا غادي نردوها لك، ولكن الشرط ديالنا تمشي تعالج. قال واخايت، مشى فريمون مشى دوز، خدا التريتمون تقريبا شهر وحطها ما كملش لي تريتمون ديالو. صافي انا محيت دارنا كانوا غوتو عليا، ما قدرتش انني نعاود نرجع ونعاود نقول راه حط التريتمون ونعاود عاوتاني نهضر. بقيت مستمره في داكشي. صافي ولا همي الوحيد هما دوك الوليدات ديالي نقريهم ونقابل وليداتي، كنخرج يعني تندير سوايع في الدار. مشيت تعلمت الرنده، ناخد عند الخياطه ونخدم الرنده في الدار وتنعاود. المهم هدفي صافي ولا هدفي الوحيد هما دوك الوليدات. خدينا واحد الارض كانت شويه بعيده في العروبيه، شويه بعيده، سكننا في ديك الدار. يعني لان كان الكرا غلا عليه. قال لي في الاول انت ما تبغيش تسكني لي في العروبيه، قلت ليه لا انا ماشي مشكل عندي، يعني مقارنه لان يعني الحاله الماديه ديال عائلتي اكثر من الحاله الماديه ديال العائله ديالو. قلت ليه لا علاش انا ما عنديش مشكل نسكن. فاش سكننا في هذيك الدار، السيد عوض ما حنايا خرجنا من الكرا، يعني عادي يكون الحاله الماديه ديالنا عادي تقاد. وفاش سكنت يعني سكنت انا في الدار مازال ما كاملاش، سكنت في الدار عندي غير السراج، ما عندي لا بيبان حاشاك الباب د الطواليت هو الاخر ما كانش عندي. جاو عندي خوتي تيشوفوا داكشي قالوا لي ما يمكنش عاد تعيشي في هاد الدار هكا. قالوا لي عادي تشوفي النجار اللي عادي شو يقاد ليك البيبان حنا غنخلصوه. قادوا لي البيبان في الدار، يعني البيبان د البيوت والحمام وهذا. الدار ما بقى السقف ضحيه الضاله ما فيهاش الفورمه، يعني غير انفو عاد طيح الشتا غادي تنزل عليا كامله. قالوا لي عادي تجيبي المعلم وتشوفي داكشي اللي خاصك، صاوبوا لي الفورمه باش نلقى يعني باش نلقى تكون الدار انني نقدر انني نعيش فيها، رغم ان الدار اللي حدي انا هي ما كملاتش الفينيسيون، يعني قادينا قالوا لك البيبان الناس اختصري، واخا. صافي ما سكنت تهضريش على البيبان والشراجم، اختصري. سكننا في هاد الدار هادي. من بعد مده السيد ولا كينقص في المصروف ديالو، يعني رغم ان حنا كان الاتفاق ديالنا انني غنسكن في هاد الدار وداك الثمن باش حنايا كاريين غنبداو نجمعوه باش نلقاو نصلحوه باش نلقاو نزيدو بحياتنا للقدام. ما عمرو في حياته ما حط دوك الفلوس ديال الكرا، والمصروف اللي كان كيصرفو حتى وحنا في الكرا نقص. بقينا عايشين هكا حتى لواحد النهار صافي طلع ليا الدم وتقلت ليه شنو هادشي هذا دابا حنايا، واش انا جيت سكنت هنا باش نلقى نزيد القدام ولا باش نلقى نرجع اللور. بقى تيقول لي انا ما عنديش، وانا الوقت غلات، وانا الدنيا صعابت، وانا قلت لي انا ماشي مشكل، انا ديجا قاريه، ممكن انني نمشي نعاود ندير باك ليبر ونمشي لافاك ونحاول انني نقرا باش نلقى نزيد القدام، يعني باش نزيد المستوى ديالي. قال لي صافي واخا. مشيت فعلا صاوبت الوريقات ديالي، قلت لي غادي ندير لان تندير انا ليكونومي، قلت لي غادي نمشي ندير لي كور دو سوار باش نلقى الراجل، لان 10 سنين ما شفتش المدرسه بيان سور نسيت. قال لي واخا مشيت بنتي درت ليكونومي ماشي ليكونومي، ليك. سمعتينا نعم مغربيه. ما سمعتكش. ليكونومي ليكونومي. ماشي ليكونوميك، كديري آه. ليكونوميك. كملي. فاش مشيت شفت لي كور دو سوار. المهم تفاهمت انا وليكول، جيت لعندو قلت لي راه شحال، قلت لي عندي 2 حصص غراتوي ابخي هاي خصك تبدا تخلصني، تبدا يعني من بعد غنبدا نخلص ليكول. قال لي واخا. مشيت الحصه الاولى الثانيه، قلت لي ودي راه عجبني يعني البروف، راه عجبني لي كور، عجبني يعني صافي غادي نكمل معاهم. قال لي واخا. السيد ما عطاني حتى شي حاجه، انا بقيت كندخل ونخرج لليكول ما نخلصاش، يعني عادي يوقفوني
لقيت راسي غنتوقف. انا قلت لك ديجا عندي فلوس تنخدم شويه راندا، خلصت ليكول بما هو عطاني، كنقول له عطيني ولكن ما باغاش انني نضغط عليه. بقيت هكاك تقريبا شي 2 السيمانات وانا نمشي عنده. قلت ليه واش ماشي حشومه عليك كتشوفني دائما انا غاديه ليكول وما تخلص لياش؟ قال لي على واش تسالى الشهر؟ قلت له هذه ايكول بريفي راه كتخلصها من الاول. قال لي وكان خاصك تخلصيها من الاول وكان راهم جراو عليك. قلت ليه يعني نتايا كتسناهم دابا حتى تجريو عليا، انت ترضى انهم يجريو عليا؟ قال لي على بالهم واش جراو عليك دابا؟ قلت ليه لا ما جراوش عليا لحقاش انا راني خلصت. قال لي وصافي من بعد نعطيك. بقى هكاك تسالى الشهر. مغربيه اختصري عافاك، كلشي كيكتب لك اختصري. الشهر الثاني انا غادا راه تنختصر، يعني راه دابا راه قربت يعني للتالي. الشهر الثاني نفس ما خلص لياش، خلصت انا. الشهر الثالث نفس هكاك ثاني مشيت لعندو قلت ليه انا ما عنديش القدره باش نبقى نخلص هاد ليكول. ما عطاني حتى شي حاجه، اضطريت انني نخرج. بصراحه لقيت اللي انايا خرج من ليكول تنشوف اصلا هو المشكل ديالو انه هو معايا ماشي راجل، يعني ماشي ما كايناش يعني اصلا علاقه زوجيه كامله، ما كاينش مصروف وما كاينش يعني تيتقرم عليا. صافي طلع ليا الدم. مشيت قلبت صوبت السيفي ديالي وخدمت، مشيت دفعت لواحد الشركه وبديت كنخدم. ما بقيتش كنقول ليه لا شنو عندي لا شنو ما عنديش. صافي وليت عايشه حياتي بوحدي. هو فاش لقاني هملتو بحال هكاك ما بقيتش مسوقه ليه، بقى كيتشكى في الدار. لا ما بقاتش مسوقه، لا ما بقيتش كنعرف انا شنو عنده. هو تيبغي الفلوس اللي عندي انا يديهم. بقى كيقول العائله المهم هكاك. فاش بقى مشى تيتشكى العائله جاو تيخاصموا عليا، ولا وانتيا واش تخرجي تخدمي وتهملي دارك، واش نتيا هذا واش نتيا هذا. قال لي سمحي لي كتقطع فيا النفس. قال لي واش عاد واش عاد تسمحي في دارك وهذا. المهم انايا صافي تعصبت. انا وصلت انا وبابا يعني صافي وصلت للحد. قلت ليه شوف بابا، قلت ليه انا هذا الراجل راه سميتو عقد نكاح ماشي عقد شي حاجه اخرى. هاد السيد هذا اصلا راه ما عطينيش مستحقاتي، راه العقد اللي بيني وبينه راه باطل. راه شنو راه سيد راه وصل للعجز وراه ما باغي لا يتعالج لا حتى حاجه. المهم فاش انا هضرت معاه بحال هكاك دار في بابا، دار بابا دار فيه. بقى هكاك. المهم هو محيت لقاني بحال هكاك بحال حس بان الفلوس بغاو يديروا ليا الكتاف. قال لي بقى جالس يدرس معايا تيقول لي تخرجي. قلت له الا بغيتيني نخرج تعطيني يعني الفلوس ديالي، نتايا راك تعطيني يعني واحد المبلغ ديال الفلوس، ما تخلينيش يكون عندي واحد الصالير ديالي. قال لي واخا انا غنعطيك 1500 درهم في الشهر. خرج يعطيني 1500 درهم في الشهر، نجلس نقابل ولادي وصافي ما عنديش مشكل، وبشرط انه يمشي يتعالج. قال لي واخا. مشى باش لقى يتعالج، يعني هذه ثاني مره تيمشي تيجيب الدواء باش لقى يتعالج. كياخذوا سيمانه كيعاود يحطو، كنعاودو ندابزو على داك الدواء. ولا شنو تيدير تيحط ليا الدواء على اساس راه كياخذو هو ما كياخذوش. انا كنمشي موراه كنحسب دوك الحبات كنلقى ما كياخذش الدواء. بقيت كندابز معاه ثاني على الدواء. شنو ولا دار؟ هز داك الدواء وخبعو. ملي قلت ليه فينا هو تيقول لي هو داك تما، وريه لي فينا هو داك تما. واحد النهار وقفتو قلت ليه لا انا بغيت نشوفو. تلقى شدو في بلاستيكه وخاشيه وسط من الكتوبه باش ما نشوفوش. المهم عاوتاني مشيت لدارنا تاني غضبت ولا ردني. عاودت رجعت. فاش رجعت اختصري بنتي بنتي ماشي كل مره تقولي عاوتاني بنتي، ماشي كل مره تقولي عاوتاني ما شربوش. عاوتاني شنو فين وصلتوا؟ كلشي كيقول لي خالتي عيينا قولها تختصر. انا غنمشي نقعد في الجرده اللي حدا الجامع. كملي لي. دابا ما بقاش كياخذ الدواء. المصروف ديالو فاش كان قال لي نعطيك 1500 درهم، قلت لي انا 1000 درهم مشيت دخلت بها لواحد ليكول ديال لي زانفيرمي كنقرا لي زانفيرمي. دابا ضربت فيها عام. حنايا العام الثاني دابا قال لي عاوتاني المهم ما باغيش يخلص الدواء، ما باغيش يخلص ليكول، ما باغيش يشرب الدواء، ما باغي حتى شي حاجه. من رمضان كانت اخر غولاسيون بيني وبينه كانت في 10 في رمضان. ما كاينه حتى شي غولاسيون بيني وبينه. المصروف تيتسقرم فيه. انا صافي ما بقيتش قادره انني نكمل في هاد العلاقه. شكرا جزيلا مغربيه. انا غنجاوبك بنتي واخا. واخيت انا ندير لك الميكرو، نحيد لك الميكرو باش نهضر على خاطري. اولا بنتي
اللي كتقولي هذاك عقد نكاح، انت النكاح بديتيه بنت 13 عام، انت جاتك لا شالور، جاتك صغيره. هذاك السيد مسكين فاش قلتي له انا راه اغتصبت بنت 13 عام قبل عليك وسترك، مع العلم انت ما سترتيش، فضحتيه. يعني هذا مشكل كبير. السيد كان فيه غير ضعف جنسي بسبب بانك بديتي كتعايريه به، ناض مسكين كيشرب الكينات بلا ما نسمي شنو هما، خرجتي عليه من ضعف جنسي ولا عنده عجز جنسي. والحاجه الوحيده اللي كدوي عليها منين بديتي اللايف هي النكاح، عقد نكاح عقد نكاح عقد نكاح، خرجتي على داك الراجل بقى فيا. وهذاك الراجل مسكين عانى الامرين، ضربتي به الطر هو سترك وانت ضربتي به الطر. انا كان عليه ملي قلتي لوالديك بانه هو عاجز جنسيا، كان عليه يقول لهم هي راه بدات النكاح بنت 13 عام. وانا اللي كنقولها كناخذوا الرجال في السراء والضراء. الراجل ملي كنعرفوه عنده ضعف جنسي كنوقفوه في جنبه، وراه كاين دكاتره وكاين الدواء وكاين بزاف ديال الحوايج. هي كانت انانيه كتفكر غير في راسها، سيد بوغ فيغ بليزير ليها هي باش يعجبها هي الحال، ولا كيخرج على راسو، مشى كيشرب دوك الكينات اللي هما صعابين ما كيخصش بنادم يشربهم سوفمون، بدا كيشرب فيهم، ما جاتش ولدات بلا والو. والعقد النكاح كيقول بان المراه تصبر على راجلها في السراء والضراء. هو سترك وانت فضحتيه 11 ركعه. وهذا السيد عايش الامرين، هذا السيد انا بقى فيا لانه كان ولد الناس قبل ما يعرف. وانت يا بنتي من عرفك في العلاقات بانه ضعف جنسي ولا عجز جنسي؟ وحنا اختي عيالات اقسم بالله ولادنا حرام علينا الا ملي رحنا ما كنعرفوا لا ضعف لا عجز، لا حنا على طاعه الله ورسول الله. كما لقيتي الراجل ديالك كيسترك وكتستريه، هادشي اللي عارفين. ما قلتيش انت لباك ملي كل مره قلت لبابا، مشيت عند بابا ما قلتيش لباباك بانك انا وليت كنشك الدريه كانت عندها لا شالور بدات النكاح بنت 13 عام، قالت لا انايا اغتصبت بنت 13 عام. ملي كانت تغتصبوا كنقولوها لوالدينا وكنكونوا ما عارفينش، وهي براسها قالت لا كنت عارفه ديك الساعه ولكن ما عارفاش بديك الحده ديال انا. جاني السيد مسكين بدا كيخرج على راسو داز من مرحله الضعف الجنسي لعجز جنسي، خرج على راسو. يعني انا من هذا المنبر كنقولها حاولوا ما امكن. انا مزوقه فيكم، وعاد حطات راسها في واحد المواقف محرجه، وحطات راجلها في واحد المواقف اللي ملي باقي راجلها حي راه راجل ونص، مشات كتفرج في فيديوهات ديال الرجال قدامه. يعني راه هذا السيد هذا راه كنعطيه انايا كنحييه من هذا المنبر، واحد اخر ينحي عليه يقتله. راه عرفتي شنو هي تجيبي، يعني عرفتي شنو هي تجيبي فيديوهات ديال الرجال وتفرجي قدام راجلك وراجلك مسكين عنده مرض من ضعف جنسي رجع مسكين، من ضعف جنسي رجع مسكين لعجز جنسي. هاد السيد هذا انا بقى فيا لانه هو فاش عاودتي له على المشكل اللي طرا بنت 13 عام، ملي كانت عندك 21 عام قلتي له انا اغتصبت بنت 13 عام، ارضى بيك وخداك وسترك. انت ضربتي له الطر مع والديك، ضربتي له الطر مع خواتاتك، خوتك دراري ولاو كيهضروا معاه في هذا الموضوع، مع العلم هذا الموضوع هذا خصو يكون ما بين المراه وراجلها. السيد ولا كيبدا الدواء وكيبغي يداوى ولكن السيده كتحرجو. يعني هذا هو المشكل اللي كاين. يعني انا كنهضر عامه، ملي شي وحده تلقى راجلها مريض كما سترك غادي تستريه، وكاين دكاتره مختصين في ذلك، كتمشي عند دكتور كتبعي مع راجلك. ما كنكونوش انانيين وكنخليو الراجل ديالنا باش يفرحنا ويعجبنا الحال يمشي ياخذ ادويه من غير طبيب وفي الاخر يخرج على راسه. انا هاد السيد ما نكذبش عليكم الدريات، انا كتقولوا لي اش عليكم الدريات، انا كتقولوا لي كتحازي للرجال كتحامي على الرجال، اقسم بالله ما كنحامي على الرجال، ولكن انا جاني راجل اونص ملي قالت له راه فايت طاري ليا المشكل سترها، ولكن هو ملي لقات فيه الديفو ما ستراتوش. يعني كنحاولوا ما امكن كنتزوجوا بالرجال في السراء والضراء. دريات شكرا جزيلا.